السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي في فيديو جديد. جبت لكم اليوم وصفة مايونيز منزلية أو مايونيز المطاعم اقتصادية بمقادير موجودة في كل بيت. لهنا عندي طاس تاع براميكسور كيلو 250 مليلتر من الزيت. في بلارة كبيرة تاع قزاز تكون تتقفل نحطو 250 مليلتر من الزيت. نحطو بيضة كاملة تكون بحرارة الغرفة. عندي سنة تاع توم، ونزيدو نص مغرفة صغيرة تاع مطارد، مغرفة كبيرة تاع عصير الليمون، ونزيدو مغرفة كبيرة تاع خل، مغرفة صغيرة تاع ملح، ونحطو على راس المغرف شوية فلفل اكحل. نجيبو البراميكسور ونحطوه لتحت باش نشعلو ما نحركوش حتى تولي تبان البيضية. كي تشوفوا البيضية نبداو نطلعو ونهبطو في البراميكسور حتى يتخلطوا المكونات الكل ونتحصلوا على مايونيز تجي خضرة وما تجيش جارية. نزيدو كعبة تاع فرماج ونخلطو. لهنا كان حبيتو تضيفوا شوية معدنوس مقصوص وتخلطوا مليح. ولهنا نكونوا كملنا حضرنا المايونيز تاعنا، سهلة تتحضر في وقت. خبيوا الوصفة تلقاها في رمضان كي تحصلوا. شوفوا لي القوام تاعها كيفاه يجي ثقيل. مدة الاستهلاك تاعها اسبوع فقط، بعد سمانة تكون غير قابلة للاستهلاك خاطر فيها العظام. غطيوها مليح وحطوها في الفريجيدير. وهذه هي كانت الوصفة اليوم سهلة. كان عجبتكم ديروا لي جيم، اشتركوا في قناتي، حطوا لي رايكم في لي كومنتار. بالصحة والهنا، سلام.